اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت. سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده كبسه ان شاء الله. فاحنا هنعمل اللحمه الاول، كبسه باللحمه. فاحنا دلوقتي حطينا الميه تغلي وحطينا فيها بصله زي ما انتم شايفين اهو، وجزره وحبايه طماطم. هنحط فيها البهارات برضو اهو. هنحط فيها بهارات وهنحط فيها شويه فلفل سمرة بسيطه، وهنحط فيها حبهان. هنسقط اللحمه اهو، الورق اللورا الاول، حبهان، شوية فلفل اسمر بسيطة مش كتير يعني عشان الشوربة بتاعته مش تغمق معانا. شوية بهارات بسيطة، واللحمة هي هنسجطها مع بعض. في ناس برضو بتعملها بتشوحها شوية الأول كده في معلقة سمنة، وبعدين تعمل عليها البصل، وبعدين لما تتشوح شوية في بعضها بتروح جاية حاطة عليها المية كده. بس بحس ان هي بتاخد وقت شوية في السوا كده. انا عملتها في شوربة كده على طول عشان برضو هاخد من الشوربة ديت للرز اهي. اهي معانا اهي. هنغطي عليها ونسيبها بقى، هتفور ونوطي عليها خالص. اللحمه بتحب النار تبقى هاديه عليها عشان تستوي على طول. ودي الرز هو انا كنت يعني حاطه عليه ميه وسايباه شويه في الميه حوالي نص ساعه كده. الاول اهو، ده رز بسمتي اهو، دي من احسن نوع اهو زي ما انتوا شايفين معانا. جاي لنا هديه، ربنا يبارك في اللي جايبه اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دلوقتي هنحط بقى ايه، هنجيب حله ونحط فيها شويه زيت بسيطة اهي. المسحب يعمل بزيت يعمل، والمسحب بيعمل بسمنة يعمل، مش كتير. يعني مش هنكتر السمنة ولا هنكتر الزيت اهي. هنعمل بصلة قطع صغيرة، هنسيبها تاخد تشويحة كده يعني تدبل شوية. انا حابة برضو ايه مجشر 4 فصوص توم، هكون هرساهم ناعم، والبصلة بس تدبل شوية كده اهي، تدبل بس كده. هحط عليها التوم. الطريقة دي ممتازة ممتازة، جربوها مش هتندموا. دي للرز البسمتي. له كام طريقة، بس الطريقة دي انا بعملها على طول وبصراحة تحفة. جربوها وقولوا رأيكم في التعليقات اهي. زي ما انتوا شايفين اهي، التوم اهو 4 فصوص توم. البصلة بس تدبل شوية ونحط عليها التوم مهروس كده بس ياخد تشويحة. انا هكون في الطبق اللي انتوا شايفينه التاني ده حبة فرمة 3 حبات طماطم، 3 حبات طماطم 4 بس. هتبقي فرماهم مصفيها حلو، وهتحطيهم فوق البصلة والتوم، وهتحطي بهارات اللي انت عايزاها بقى كلها زي ما انت شايفة كده اهي. هحط دلوقتي معلقة، دي خلطة الكبسة اهي، وهحط بقى البهارات اللي انت عايزاها كلها حطيها اهي. هنقلبها في بعضها حلو. مش التركية. انا برضو هحط فيها 4 حبهان كده وورقة اللورا اهو زي ما انتوا شايفين اهي. ودلوقتي اللي انا هحطه ده فلفل وكمون، فلفل اسمر وكمون، يعني معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة كده. وشوية كركم برضو، شوية كركم برضو معاهم
حطهم عليها. مرقة دجاجة اهي. جربوا الوصفة ديت والطريقة دي للرز البسمتي، بصراحة والله تحفة 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 اهي. اللحمة في الوقت دي استوت، حطيتها على التسبيكة اللي انا عملتها دي وزودتها شوربة اهي. اهي زي ما انتوا شايفين اهو اهي. اللحمة كانت سوا خالص. هننزل عليها بالرز اللي احنا مخمرينه قبلها بنص ساعة. لازم الرز البسمتي يا جماعة عشان مش يعوز يعني يبقى حبايته حلوة كده، لازم يبقى قبل ما تعمليه تخمريه نص ساعة. بنغسله غسيل حلو ونسيبه في المية نص ساعة كده اهو. قلبنا في بعضه، ملحه مظبوط وحاجته مظبوطة واللحمة معاه. وهنسيبه دلوقتي لما ايه يتشرب كده، هنوطي عليه وهنوريهولكم. اهو في الوقت ده اهو، اللهم صل على النبي. شوفوا حلاوة الرز ما شاء الله اهو. والله ما بشكر فيه. انتوا عملوا الوصفة ديت زي ما انا عاملاها كده، بصراحة كانت ريحته تحفة وطعمه في منتهى الجمال. والله ما بكدب عليكم، الوصفة ديت بتبقى بصراحة احنا بنحبها خالص، وبتخلي الرز طعمه جميل واللحمة فيه دايبة ومستوية خالص. بس بنسويها الاول قبل ما نحطها على الرز اهي. الحباية بحبايتها واللحمة مستوية خالص اهي. اللحمة اهي بشوفها اهي. نحبها برضو ايه، احنا الولاد حدانا بيحبوا فيه زبيب وبيحبوا فيه سوداني، فانا يعني هحط معلقة سمنة بلدي كده وهحط فيها اهي. بوريكم اللحمة اهي دايبة خالص. معلقة سمنة كده وانا هحط فيها السوداني، هياخد تشويحة كده مع الزبيب ونحطه عليه اهو اهو. حطينا معلقة سمنة بلدي، حطينا فيها السوداني اهو زي ما انتوا شايفين. هنقلبه كويس ما ياخد لون كده. اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دي بعد ما استوى خالص نديهم تشويحة كده يتحمروا شوية اهو. سوداني الاول وهننزل عليه بالزبيب اهو. اتحمر شوية اهو، هننزل عليه بالزبيب. مش تنسونا في اللايك يا جماعة والاشتراك عشان نكبر بيكم ان شاء الله. ربنا يفرحكم جميعا اهو. اهو دلوقتي هنحطه على وش الرز اهو وهنقلبه فيه اهو زي ما انتوا شايفين. كان تحفة. وشفتوا الرز لونه جميل ومظبوط، حباية بحباية اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. بالله عليكم ما تنسونا في الاشتراك واللايك عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. واحنا بنتعلم ونعلم. وشوفوا الوصفة دي والطريقة ديت مش هتندموا. وقولوا ايه رأيكم في التعليقات اهو. اهو غرفناه والله كان تحفة يا جماعة. وبألف صحة وهنا على قلبكم. مش هنسونا في الاشتراك اهو. ومع ألف سلامة.
اللحمة دايبة خالص 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 اهي، بوريها لكم. اجعلوا بألف هنا، مع ألف سلامة.